في رحلتي للأكل من حوالين العالم كله قررت إني أجرب أكل أحلى وأشجع شعب أنا شفته. في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها الفترة دي حاسس إن أقل حاجة ممكن أعملها إن أنا أعرفكم على الأكل الفلسطيني، فاحنا النهاردة هنجربه من مطعم العودة. المحل ده من المحلات اللي بتعمل أكل عربي كتير قوي، أردني مصري سوري، بس أنا مش جاي عشان كل ده، أنا جاي عشان أتعرف على الأكل الفلسطيني مخصوص، خصوصا كمان إن صاحب المكان ده هو أصلا فلسطيني فأكيد بيعمل الأكل الفلسطيني على أصوله. بس ما تنساش قبل ما نبدأ تدعي لإخواتنا في ربنا ينصرهم ان شاء الله. واول ما الاكل نزل بقى طلبت من صاحب المكان ان هو اللي يشرح لي كل اكله بنفسه. معانا اول حاجه المكدوس، بتبقى بتنجان محشي عين جمل وزيت زيتون. المكدوس ده انا كنت جربته قبل كده في الحلقه الحلقه بتاعت المأكولات السوريه او المنتجات السوريه. بسم الله. هي عامه فيها تاتش عين جمل كده، والخلطه اللي جواها دي نفسها بتحسها لذعه كده شويه، بس انت لما بتاكلها بالعيش الموضوع ده بيخف. انا بقى نجرب الحمص. ده الحمص اكتر حاجه مشهوره في المحل، يعني دي حاجه اساسيه عندنا، الحمص بطحينه لو حمص الفلسطيني. دي من الحاجات اللي مميزه قوي بيها فلسطين. بسم الله. حمص خام يعني طعمها حلو قوي مع زيت زيتون كمان، مع رشه الحمص اللي هم حاطينها من فوق دي، لا دي خطيره. هنخش على التقيل بقى. اول حاجه والحاجه اللي انا ما جربتهاش خالص قبل كده هي القدره. بيبقى رز ببهارات وبتطلب لحمه، بس هو الاصل بتاعه لحمه، ممكن تطلبه فراخ حسب راحتك. بسم الله. محطوط عليها صنوبر من فوق، التوابل اللي عليها حلوه قوي. لا الرز بتاعه خطير. عايز اجرب اللحمه بقى نفسها. لحمه ضاني دايبه جدا، انا مش حاسس فيها بطعم رخم اصلا في الضاني، فلا هي عجباني قوي. ناخد شويه من الدقوس مع الرز، حراق قوي. دخلت بعد كده بقى على المسخن، وهو برضو من الاكلات الفلسطينيه العريقه قوي. ده بيبقى معمول بالبصل والزيت زيتون والسماق، وطبعا بيجي معاه ايه؟ الرول اللي عيش الطابون. ده مش عيش صاج، ده عيش بيتعمل عندنا، ده اسمه عيش الطابون. طعم السماق مركز جدا، وهي نفسها طعمها حلو، انا اصلا بحب طعم البصل، فهي الصراحه بالنسبه لي طعمها حلو جدا. جربت برضه عيش الطابون اللي بينزل مع المسخن، وهو بيكون قريب قوي من العيش الصاج، جواه سماق وبصل، كان طعمه خطير. انا بحب البصل وبحب السماق، فهي بالنسبه لي طعمها حلو. هنجرب بقى المقلوبه دي اكتر حاجه تقريبا اصلا فلسطين مشهوره بيها في الوطن العربي. التتبيله اللي عليها مع البتنجان والبطاطس مع اللحمه نفسها كده وتتبيله الرز، انا اصلا من الناس اللي بيحبوا المقلوبه قوي من زمان. بعدين حلاوتها ان انت تاخد طبقه كده فيها كل الحاجات مع بعض، يعني الطماطم مع البطاطس مع البصل مع البتنجان، هي بتبقى مقلوبه كده. دي بقى المقلوبه الفراخ، انا طالبها ربع فرخه صدر الصراحه عشان انا بحب الصدر يعني، بس بغض النظر عن اي حاجه ممكن اجرب الرز اشوف هو مختلف عن القدره ولا لا. الرز بتاعها حلو، بس بتاع القدره كان عاجبني اكتر يعني. نخش بايدينا بقى. هي اكتر حاجه باينه فيها طعم الكاري، طعم الكاري طاغي على كل حاجه، هي نفسها طعمها حلو، طعمها حلو جدا كمان، بس هو هي طعم الكاري باين فيها قوي. ده حتى القطط كانوا قاعدين بيتخانقوا عليها لما جيت اكلهم منها. والحلو برضه حاجات فلسطينيه، سواء الكنافه النابلسيه او الكنافه العربيه او حتى المعمول بتاعهم، وابتديت في الاول باكتر حاجه انا باكلها فيهم تقريبا، وهي الكنافه الخشنه. العسل فيها مظبوط، هي نفسها طعمها حلو قوي، طعم الجبنه مع الكنافه الخشنه نفسها طعمها حلو قوي. لكن اللي كتير منكم بقى ما يعرفوش، وانا نفسي ما كنتش اعرفه، ان اصل الكنافه النابلسيه هي الكنافه الناعمه مش الخشنه. بسم الله. حلوه قوي، دي خطيره يعني، لا ده دي لها مخصوص. هنا بقى الشاي بالمرمريه بعد السكريات، والله طعمه خطير. هنا بقى الكنافه العربيه، دي المفروض اللي يبقى باين فيها قوي القرفه وعين الجمل. واللي عرفته كمان من صاحب المكان ان الكنافه العربيه دي اصلها غزه بقى، يعني طعمها غريب شويه بس جديد، يعني طعم العين الجمل نفسه كده تحس فيه عضه كده صغيره في البق وبتاع مع القرفه، بس انا بالنسبه لي الصراحه اكتر واحده فضلتها النابلسيه دي. انا بقى نجرب ده المفروض اللي هو الكعك ينسون والشمر، وده شبه المعمول جدا سواء في العجينه اللي بره او العجوه اللي جوه. خطير ده عادي، معمول عادي خلاص. المعمول ده انا كنت جربته قبل كده من سوبر ماركت سوريا، وجربت منه افتكاسات كمان، بس هو الصراحه طعمه حلو قوي. اتمنى ان هو يكون فيديو حلو لذيذ خفيف، اكون عرفتكم على قد ما اقدر من شويه اكلات فلسطينيه. ربنا يا رب يصبر كل اهل فلسطين وينصرهم يا رب قريب ان شاء الله. يعني احنا نفسنا والله نعمل حاجه، بس يعني للاسف ما باليد حيله، بس ان نصر الله قريب ان شاء الله. ما تنسوش بقى تقولوا لي لو انتوا جربتوا قبل كده محلات فلسطينيه
هنا في مصر كانت ايه، وايه اكتر حاجه علمت في دماغك. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ظبط. سلام.